أيام الإنصاف والاعتراف قررنا اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وإن هذا القرار الملكي الحكيم يشكل محطة بارزة في مسار تكريس طابع تعددي للهوية المغربية وتجسيدا فعليا لمبدأ المساواة بين جميع مكونات الثقافة الوطنية، كما يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في بناء مغرب موحد متصالحا مع تاريخه ومعتزا بتنوع الثقافي واللغوي. ومن هذا المنطلق تسعى جمعيتنا من خلال تنظيم هذه الندوة في الصباح وهذا الحفل إلى الإسهام في تعميق البحث الأكاديمي والنقاش العلمي حول الأمازيغية واستحضار أبعادها التاريخية والحضارية وفتح آفاق جديدة لتثمين هذا الإرث الوطني ونقله الأجيال الصاعدة في إطار من الانفتاح والاعتزاز بالهوية. وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير لكل الأساتذة والباحثين والمشاركين ولكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا الحفل، كما أشكر حضوركم الكريم واهتمامكم المتواصل. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهد صاحب السمو الأمير جليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، والسلام عليكم ورحمة الله. تنمير تشيغان تنمير تطاس تنمير فماس تقولي تفكيتي لحباب ديال الدكان المرد الثلاثي كورن كل او مرد مني يعني مفخر الزهراء والله العظيم فريمون الخريجي ديال الافواج ربما 92 93 94 95 كانوا متميزين في كل شيء، تخرجوا من هذيك الشعبه ديال التاريخ والجغرافيا اساتذه كبار اكاديميين، خرجوا واحد المجموعه ديال يعني رجالات هذا الوطن. ولكن الجميل هو هذا الرجل هذا اللي حدانا هو من بين الناس اللي خداو مسار اخر، خداو مسار الكفاءه العلميه واستثمروه في الاستثمار في التنميه خاصه في المناطق الجنوبيه، فتشهد له مدينه العيون يعني واحد العدد كبير ديال المنجزات الاقتصاديه والتنمويه اللي دارت تما، وشغل عدد كبير ديال الاسر وشغل عدد كبير ديال الكفاءات، وتبارك الله عليه مازال كيعطي هذا معنا. اذا كنفتخروا بالخريجين ديال الشعبات ديال الجغرافيا تبارك الله عليك. تفضل سيدي. تنمير نكتيكلي تدنين ابريدي حنا بريدي غودان كل ليله ترجيت غير اهداف منك لحباب نغيبدو كنغندو سمانيه ضنينا دا غنزر يمين كان غي موري نسفل دا غي هما رقاني قدان دارين وركازي حلان التي بديت اللي تايا ولا النيرسان اما الفيستانس غصادي سنيت صدقا غنتعزان ديما تنضري نمسي حنان هاتي تستي الدين سرد غي المكر هما رقي قدان ودرسي لا دبدر لا بغوال اشكون انت ورسسي لا هو هذا ما يقرا يساد في الجمعه. وفي الحقيقه إيكا شاب إنسان أسلمت تبارك الله امتياز. الفنان اللي غنستقبلوا دابا سيداتي سادتي هو من شباب مدينه إنسكان، شارك في واحد العدد كبير ديال اللقاءات المهرجانات، والجميل في هذا الرجل هذا انه كاتب كلمات، شاعر وملحن ايضا، ومتواضع. التواضع وشيمه الرجال. هذا الرجل هذا اللي يدوز امامكم عنده واحد البصمه على يعني تجربه، ولكن على الجماليه ديال يدخل آلات حديثه ويدخل ايضا يعني سيمفونيه حديثه للاغنيه الامازيغيه. طبعا غادي نشوفوا معاه حتى واحد يعني واحد الكورال غيديروا لنا الاعضاء الجمعيه، غادي يكون داكشي رائع جدا الزهراء. الامر يتعلق بالفنان المبدع احمد امينو.